السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة. ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من أخبار المشاهير. اليوم نحكيو على القصة اللي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث اللي صرا البارح. ومايا رجيل خرجت عن صمتها وصرحت بكل شيء وقالت: البارح كنت في طريقي إلى العمل ووقع حادث قدامي، توقفت فورا، نزلت من السيارة وركضت نحو المركبة التي انقلبت وجلست على الرصيف بجانب السيدة المصابة نحاول نطمنها ونهدئها. الحمد لله لم تتعرض لأي إصابة خطيرة ووصلت الإسعاف بسرعة. بعدها توجهت إلى عملي وعدت مساء إلى بيتي، لكن لما رجعت فوجئت برسائل وصور تتدفق إلى هاتفي تتحدث عن حادث لم يحدث، وهناك من قال أني كنت السبب في دهس شخص آخر في حادث مروري، رغم أنني كنت على الرصيف أساعد السيدة المصابة. للأسف أحد الأشخاص قام بتصويري بطريقة خاطئة لتشويه الواقع ونشر الأكاذيب وإيصال معلومات مغلوطة للناس. أين الإنسانية؟ أين الضمير؟ كيف أصبحنا نعيش في عالم تسيطر فيه الإشاعات على الحقيقة؟ هل أصبحنا نصدق كل ما يقال لمجرد أن البعض يريد الشهرة على حساب آلام الآخرين؟ لم أتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد، لكن في نفس الوقت هذه اللحظات علمتني الكثير عن القوة الداخلية والصبر، وعن التأثير الكبير الذي يمكن أن نتركه حتى في أصغر التفاصيل التي يراها الآخرون. في النهاية لا شيء يمكن أن يعكر صفو قناعاتي أو يمنعني من الإنسانية والصدق، حتى وإن كانت الأصوات التي تلاحقني مليئة بالإشاعات. حقيقتي هي أنني سأظل دائما أتبع ما يمليه علي ضميري، وأعلم أن هذا الطريق هو الذي سيحقق التأثير الحقيقي الذي لا يعتمد على المشاهدات أو الإشاعات، بل على الأفعال والصدق في كل خطوة في الحياة. والحمد لله رب العالمين على حفظه وستره. قولوا لي خوتي وش رايكم في كلامها، وما تنساوش تشتركوا في القناة وشاركوني آراءكم في التعليقات.